بيبدأ الفيلم مع كل زعماء المافيا وبيكونوا قاعدين بيتفقوا ازاي هيتخلصوا من دون لانه مسيطر على الجريمة في العالم وعايزين يحتلوا مكانه. وبعدها بنشوف دون وهو في طريق له مهمة وبيوصل المكان ده فعلا وبيسلم لهم البضاعة، بس بيكتشف انهم خانوه وبيرفعوا عليه السلاح، فبيقول لهم مفيش مطعم بيتزا قريب علشان جعان وبيقتلوا السواق بتاعه. فبيبدأ دون يقتل فيهم وبيضربهم كلهم ومحدش بيقدر عليه، ولما بيخلص بيخرج من المكان سليم جدا. وبعدها بنروح لمقر الانتربول واللي بنشوف فيه روما واللي عماله تتدرب على ضرب النار، وبتقابل الضابط مليك واللي بيعرفها انه خلاص هيتقاعد وبيطلب منها تركز في مهمة دون ولازم تقبض عليه. ولما بينزلوا تحت بيتفاجئوا بدون قدامهم وما بيدلوش فرصة يتكلم وبيحاصروه وبيقدروا يقبضوا عليه. والغريب انه بيستسلم بسهولة جدا وبيبدأ مليك يحقق معاه، فبيقول له دون انه هيسلموا عرض في كل تجار المخدرات وكل حاجة عنهم وهيخليه يقبض عليهم والمقابل حصانة ويتبرأ كمان من كل التهم اللي عليه، لكنه بيرفض كلامه وبياخدوه بعد كده وبيرحلوه على السجن. وبيشوف روما واللي بتكون فرحانة فيه جدا وبيدخل السجن اللي بيكون تحت حراسة مشددة وبيشوفوه المساجين وبيقولوا له مش هنسيبك. وبيروح لفرد هان وبيحاول يسلم عليه بس بيكون متضايق جدا منه وبيفضل يضربه وبيقول له انت اللي جبتني هنا، فبيقول له افهم انا جيت هنا مخصوص علشان اخرجك. وبيسمع له فعلا وبيقتنع بكلامه وبيفضل يقول له ازاي هيخرجه من هنا. وتاني يوم بيجي المحامي بتاع دون يزوره وبيتفق معاه انه هيسيب له شنطه في الحمام، وبعد كده بيدخل دون الحمام على اساس انه هينضفه وبياخد الشنطه وبيروح فرد هان المطبخ وبيحط حاجه في الاكل. وبالليل بتفضل المساجين تصرخ من كتر الوجع وبتوصل الاسعاف للمكان وبتبدا تنقلهم، وبيطلع دون وفرد هان وهم لابسين لبس الاسعاف وبيقدروا يخرجوا من المكان من غير ما حد يشك فيهم وبيقدروا يهربوا. وبعد كده بيروحوا الطياره وبيسافروا على بلد تانية وبيوصلوا سويسرا وبيروحوا بعد كده البنك وبيدخل دون وبياخد CD وظرف وبيوريهم له وبيوري له صوره واحد وبيقول له ان ده رئيس البنك المركزي ومن 8 سنين صاحبه قتله علشان ياخد مكانه في البنك، وده كان بمساعده سنغانيا، والCD ده فيه الاتفاق اللي بينهم. وبعدها بنشوف الشخص اللي كان في الفيديو واللي بيكون اسمه ديوان وبيكون دلوقتي نائب رئيس البنك وبيقول لهم دون ان مهمتنا هندخل البنك وناخد السبايك اللي بتتصنع منها الفلوس، ولو خدناها هنصنع مليارات وهيكون معانا فلوس ما بتتعدش. وبعدها بيبلغ مليك روما ان فرد هان ودون هربوا من السجن وبيقول لها على البلد اللي راحوا لها. وبعد كده بنشوف حفله واللي بتروحها روما وبتقابل واحد هناك علشان موضوع دون، وبيدخل دون وبيكون متنكر مع صاحبته عائشه وبيروح لروما وبيطلب يرقص معاها، وبتروح عائشه ترقص مع ديوان وبتحط له تليفون في جيبه وبيسيب دون الحفله وبيمشي. وهنا بتحس روما انها عارفاه وبتمشي وراه وبيطلع وبيكلم ديوان وبيقول له في فيديو بص عليه، وبيلاقي الاتفاق اللي بينه وبين سنغانيا وبيقول له لو ما قابلتنيش فورا دلوقتي هنشر الفيديو ده. فبيقابله وبيشيل الماسك، ولما بيقول له انه عاوز السبايك بيرفض ديوان فبيهدده انه هينشر الفيديو ويفضحه. وبتفضل روما تطارده في المدينه بس بيستخدم مهاراته في القياده وبيقدر يهرب منها، وبينزل ديوان تحت كوبري وبتفضل روما تكمل مطارده ورا دون بس بيقلب عربيات كتير وبيعطلها وبيشاور لها وهو ماشي. وبعدها بيبلغ ديوان رئيس البنك باللي حصل فبيقول له اقتل دون، وبيروح بالليل لمكان وبيقابل زعيم عصابه اسمه جبار وبيقول له انه هيديله ملايين مقابل انه يقتل دون فبيوافق. وبعدها بيقابل دون واحد هاكينج اسمه سمير وبيطلب منه ينضم له في سرقه البنك وبيقول له انا قلت لمراتي انا مش هعمل كده تاني، بس دون بيقدر يقنعه. ولما بيرجع سمير لمراته مش بيرضى يقول لها اللي حصل وبيقول لها بس انه جاله شغل وهيسافر اسبوعين. وبعدها بتراجع روما كاميرات المراقبه عشان تشوف مين اللي كان مع دون وبتلاقي شخص رسمه وبتعرف انه نائب رئيس البنك. وتاني يوم بيقابل دون في اتوبيس وبيديله هارد فيه تصاميم البنك وبيقول له علشان تدخل لازم تاخد بصمات دكتور ومفتاح الخزنه. ولما بينتهي من المقابله بيمشي وبيكون جبار ورجالته ماشيين وراه، بس دون بياخد باله منهم وبيركب الاسانسير وبيطلع فوق مبنى عالي وبيكون معلق نفسه في حبل وبيقدر انه يهرب منهم وبيبص لهم نظره انتصار وتكبر. ولما بينزل جبار وبيركب عربيته بيلاقي ونش مسكها وبيرفعها واللي بيكون دون وبيقول لهم انا عارفكم وعايزكم تنضموا لي وهديكم اضعاف الفلوس، فبيوافقوا على الاتفاق. وبالليل بيكلم ديوان وهو متعصب وبيقول له ما تعملش كده تاني
تاني وبيبعت له عائشة وبتاخد المعلومات الأصلية، وبعدها بيجتمع مع رجالته وبيبدأ يشرح لهم البنك وبيقول لهم سمير إن السرقة دي هتبقى مستحيلة، فبيقول له مفيش حاجة مستحيلة على دون، وبيبدأوا يجهزوا نفسهم. وبعدها بيروح فرد هان للدكتور اللي محتاجين بصماته على إنه ظابط وبيوقع شنطته، ولما بيمسك الجهاز ده بيقدر سمير ياخد بصماته، وبيعملوا بعدها عربيات مطافي واللبس بتاعها، وبيحط دون بدلة غطس ومحدش عارف هو هيستخدمها في ايه. وبتروح عائشة وبتحط طرد في مكان وبيقول لهم دون اننا هنخرج من سلم الطوارئ وعائشة هتكون مستنيانا بعربية. وبعدها بيروح فرد هان لجبار وبيقول له ان دون هيخونهم وما تثقش فيه، والاتنين بيتفقوا عليه. وبعدها بيدخل سمير العربية وبيدخل البنك وبياخد اللي بيكون قدام الكاميرات، وبيوصل ديوان لشغله وبيكون في شنطة العربية دون مستخبي، وبكده يقدر يدخل المبنى وبيدخل جوه من غير ما اي حد يشوفه. وفي نفس الوقت بتوصل روما للبنك وبيكونوا عاوزين يقابلوا ديوان وبيدخلوا له فعلا وبيقولوا له ان في حد شافك مع دون، بس بيقول لهم ان ده ما حصلش، انا طلعت من الحفلة على البيت على طول. وبيظبط دون ورجالته الساعات وبيفجروا المكان وبتبدأ الناس تجري، وبيضرب فرد هان الدكتور وبيخرج. وبيوصل جبار ورجالته على اساس ان هم المطافي وبيدخلوا وبيقتلوا حرس الكاميرات وبيملوا المكان بالمتفجرات وبيقتلوا الامن اللي على الخزنة. وبتوصل الشرطة المكان ومعها كل وسائل الإعلام، وبعدها بيكلم دون روما وبيقول لها إنه جوه وإنهم يبعدوا، ولما بترفض بيقول لها عربية المطافي هتنفجر دلوقتي، فبيجروا وبتنفجر فعلا وبيقول لهم أنا مش بهزر. وبيروح بعد كده لفريقه وبيتأكد إن كل حاجة ماشية زي ما هو عايز، وبيوصلوا للأوضة اللي عايزين يقتحموها ويفجروها وبيلبسوا أقنعة علشان الغاز السام اللي جواها، وبيدخل دون من السقف عشان ما يلمس الأرض، وبيوصل للخزنة وبيقدر انه يفتحها فعلا وبياخدوا السبايك، بس واحد غبي بيوقع حاجة على الأرض فبيجري دون فورا قبل ما الغرفة تقفل، بس فرد هان بيخونه وبيرفع عليه السلاح وبيقول له هات السبايك وبيديها له وبيتعصب عليه جبار هو كمان. وقبل ما يقتلوه بيقول لهم مفيش خطة هروب من الطوارئ ولا حاجة، أنا كنت عارف إنكم هتخونوني. وأثناء ده بيقطع سمير النور وبيشك فيه الحارس وبيهجم عليه، بس بيقدر يصعقه وبيفقدوا الوعي. ولما النور بيرجع بيكون دون اختفى من قدامهم وبيمشي وبيروح لغرفة الطرود، وبنشوف الطرد اللي سلمته عائشة واللي بتكون بدلة غطس، وبيروح بعد كده المواسير الصرف عشان يخرج منها وبيلبس البدلة فعلا وبينزل وبيطلع من الاتجاه التاني وبيقدر يخرج من المكان من غير ما حد يشوفه. وبعدها بيشوف سمير صورة مراته وبيحس بالذنب وبيكلم الشرطة وبيبلغهم بمكان دون، ولما دون بيروح له بيلاقي الشرطة بتهجم عليه وبتمسكه، فبيهدد سمير انه هيقتله بسبب خيانته. وبعدها بيتكلم فرد هان وبيقول انه عاوز طياره تنقله من هنا، ولو ما عملوش كده هيقتل كل الرهاين. وبتسال روما سمير دون هرب ازاي، فبيقول لها انه مش عارف وانه ما قالش لحد الطريقه، وبيروحوا يسالوا دون بس ما بيقول لهمش حاجه. وبيكلم بعد كده ديوان وبيطلب منه خدمه وبيقول لهم دون انا موافق اساعدكم ونحرر كل اللي جوه، بس بشرط تدوني حصانه وتلغوا كل التهم. فبيوافقوا فعلا وبيبدا دون يجهز هو وروما وبياخدهم وبيدخلوا من الصرف، وبيبدأ فريق روما يعطلوا القنابل اللي موجودة، وبيفضل دون يهزر مع روما وبيقول لها لسه بتحبيني، وبيفكر بعد كده غرفة وبيروحوا رجالة جبار يشوفوا اللي حصل، فبيلاقوا الشرطة وبيهجموا عليهم وبيفضلوا الاتنين يضربوا نار على بعض، وبتكون روما هتتصاب فبيجري دون عليها وبينقذها، لكن بيتجرح في ايده وبيبان ان روما خايفة عليه جدا، فبيقول لها اكيد لسه بتحبيني. ولما بيكلم جبار رجالته ما بيردوش عليه وبيحاول يفجر القنابل، بس طبعا بيكون دون خلاص عطلها، فبيتعصب جدا وبيهدد انه هيقتل كل الرهاين. فبيمسك دون اللاسلكي وبيكلمه وبيروح له هو وروما وبيديلهم السبايك اللي عايزينها، وبيقول فردهان لروما تقتل دون وبيهددها جبار انه هيقتلها لو هي ما قتلتهوش، فبيقول لها دون اقتليني، بس هي مش بتقدر وبيضربها جبار برصاصه. فبيقول لهم دون ما يتعملش معاه كده، وبيشغل الساعه بتاعه التفجير وبيفجر القنبله اللي في الشنطه وبيقوم وبيفضل يضرب فيهم، وبيكون مهاري جدا ومحدش فيهم بيقدر عليه وبيقدر يهزمهم كلهم وبيفقدهم الوعي. وبيكلم بعدها مليك وبيقول له انه خلاص سيطر على الرهاين، بس بيطلب منه يدخله اوراق الحصانه مع سمير، وبيوصل له فعلا وبياخد الملف وبكده بيبقى حر، وبيهدد سمير انه مش هيسيبه، وبياخد بعد كده روما وبيخرج بيها من المكان وبيحرر كل الرهاين، وبيقول لمليك انه
إنه ساب كل السبايك ومعاهم كمان القرص اللي فيه أسماء كل المجرمين وملفاتهم، وبيفضل يبص على روما قبل ما يمشي واللي بتكون الطلقة ما موتتهاش، وبيلاقي مليك الهارد فعلا، وديوان بياخد كل السبايك. ولما مليك بيفتح الهارد بيشوف فيديو لديوان واللي كان بيهدده فيه دون، وتاني يوم ديوان وهو ماشي بعربيته بتنفجر وبيموت وبتسيح معاه السبايك. وبعد كده بتقبض الشرطة على كل زعماء المافيا اللي دون بلغ عنهم واللي كانوا عاوزين يموتوه، وبيرجع بعد كده فرد هان للسجن. وبعد وقت بيجي طرد لسمير في البيت، وبعد كده بنشوف دون في طريقه وبيقابل عائشة، وبيجي عربية وبينزل منها سمير، وهنا بنعرف انه ما خانهوش ولا حاجة وان دي كانت الخطة اللي بينهم. والطرد اللي وصل لسمير كانت فيه كل السبايك الأصلية واللي كانت مع ديوان كانت سبايك مزورة، وانه لما كان في البنك بدلهم وحطهم في طرد في علبة عليه عنوان سمير، وانه اول ما نزل من عربية ديوان زرع فيها قنبلة. وبكده بتكون تاني مرة دون يضحك على الكل، وكل اعدائه دلوقتي اتسجنوا ودون محدش قدر يقبض عليه. ودي كانت نهاية حكايتنا، استنونا في فيلم جديد، سلام.